Stay with me مايوناتا دودواتا داكي. هاي، ازيكم يا جماعه؟ انا ايه، وحلقه النهارده حلقه قريبه جدا من قلبي. الحاجه الوحيده اللي انا عارفاها انها حلقه الماتش، عشان كده لابسه لكم صيني. طبعا هتقولوا ازاي يا الماتش ياباني؟ هقول لكم لا، الماتشة بدايتها مش ياباني، بداية الماتشة صيني. بس دلوقتي كل الناس عارفة ان الماتشة بتيجي من اليابان. هنجرب انواع مختلفة من الماتشة، وهقول لكم شوية فوايد عن الماتشة، ويلا بينا نشوف. الماتشة رقم 1، مكبرين الموضوع قوي وحاطينه في كاس غريب، بس دي ماتشة سخنة، ده ماتشة لاتيه. تمام؟ من المنظر يعني انا لسه ما دقتش. المشكله انه مر قوي، بس هو صحي. الماتشا دي عباره عن شاي اخضر ومطحون، معمول زي باودر كده، بس انا كنت فاكره ان ممكن هيحطوا لي شويه سكر، عسل، اي حاجه يعني. بس هو طعمه مر خالص، يعني مر علقم يعني. انا بحب اليابان بس مش للدرجه دي يعني يتشرب لو الواحد ده عنده يعني مريض، عايز يبقى عنده صحه احسن يعني. ده انا ما اعملوش اوردر بصراحه، يعني بنحب الحاجات الساقعه اللي بالكريم شانتشي كده يعني. هو ده بقى ماتشا تي، ده مش لاتيه. اللاتيه بيبقى محطوط عليه لبن، ده بقى يعني اللي بعده. الماتشا رقم 2، ده زي ما قلت ماتشا لاتيه. انا معرفش ده بفليفر ايه، بس هو ده محطوط عليه يا سيرب يا عسل، لانه طبعا طعمه حاجه تانية يعني. ده اللي الشباب بتتكلم عليه. حلو جميل، بس يعني لو احنا بنشرب الماتشا عشان اسباب صحيه، عشان مليانه انتي اوكسيدنت، فده بيضيع كل الاسباب الصحيه يعني. ده عباره عن 3 كيلو سكر. بس ممكن نشوف بقى هو ده ايه. طلعت ايست وايت شوكليت ماتشا. انا حسيت بطعم، بس ده ما حسيتوش طعم وايت شوكليت. هو حاجه مش صحيه يا جماعه. اللي عايز يشرب ماتشا ويجيله السكر يجيب ده. اللي بعده الماتشا رقم 3. متاكدين يا جماعه ان دي ماتشا؟ انا حاسه ده ممكن يكون موز بايظ ولا حاجه. يا جماعه انتوا بتهزروا والله العظيم، ده مش ماتشا. هنشوف. شكلها هيبقى ماتشا سموذي معاه حاجه تاني يعني، هتبقى في فروت في الموضوع. هندوق دلوقتي ونشوف. دي ملوخيه دي ولا ايه؟ طب هو ده سموذي، حاجه ملهاش طعم يعني. ممكن يكون حاجه المفروض يبقى ليها طعم، بس انا مش عارفه ايه ده. مش عارفه، حاجه ملهاش طعم فعلا. ممكن يكون كيوي مثلا بايظ، مش عارفه يعني. ممكن نقرا الورقه ونشوف، بس هو حاجه بالماتشا طبعا اكيد. ده ماتشا بلند، ماتشا جرين تي مش انا قلت في حاجه بايظه هنا. كيل حبايب صحه، انا هشرب البتاع ده كله. افوكادو، كوكونات ميلك، وعسل. مبدئيا مفيش عسل في البتاع ده عشان احنا بنحاول على بعض. وكيل ليه بنحط في الدرينكس بتاعتنا كيل؟ احنا بناكله بالعافيه. كيل ده عامل زي الكرفس كده، بس طعمه مش حلو خالص. وافوكادو، انا حسيت بالافوكادو، انا كنت عارفه، انا قلت كيوي بايظ، فهو يعني الافوكادو بيبقى كيوي بايظ عادي، معروفه. خد يا ابني البتاع ده بالله عليك. الماتشا رقم 4، هي سخنه، انا حاسه بان هي سخنه، فهو هيطلع ماتشا لاتيه برضو، بس يا رب يبقى طعمه احلى من الماتشا لاتيه اللي جربته قبل كده. لا حول ولا قوه الا بالله. ده سمك، ده مش ماتشا. هم دخلوا على اليابان جابوا اي حاجه زفره وقالوا خلاص نجيبها. ده لبن وماتشا ومفيش شمه حتى عسل يعني. هم جايبينه اكتر حاجه دلع عندهم يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش جديده في جيم الماتشا دي، لان انا من زمان باكل حاجات بالشاي الاخضر وبالماتشا. طبعا انتوا لو بتتفرجوا عليها من زمان انتوا عارفين ان بابا دايما بيروح اليابان، وانا قعدت اتكلم ياباني شويه، فدي مش ماتشا يعني. انا ما اعرفش هم دي جايبينها منين بصراحه. ممكن نشوف الورقه يعني، بس انا مش هحاول حتى ان انا اشرب اكتر من كده. ماتشا لاتيه، انا قلت ماتشا لاتيه، بس ماتشا لاتيه بيبقى طعمه احلى من كده يعني. ده جايبين نوع ماتشا مش ألذ حاجه. مشروب الماتشا الاخير. طيب يا جماعه، العين المجرده بتقول ان دي اكتر حاجه انا بحبها، وهي البوبا تي. البوبا تي برضو دي حاجه جديده نزلت مصر، وبرضو معروفه جدا في الصين، واللي كان بيتفرج على حلقاتي بتاعت هونج كونج، فانا اكلت وشربت بوبا تي كتير جدا وانا هناك. هنجربها. بس البوبا دي بتبقى عباره عن تابيوكا بيرلز معموله من العسل الاسود. يلا ندوقها. احلى حاجه دقتها النهارده هو ده الاوردر اللي بيتعمل. احلى حاجه ايه؟ كانك بتشرب ماتشا لاتيه وتاكل سناك معاه، بس برضو كتير من ده مش حلو. بس احلى حاجه يعني، احلى طعم فيه بالانس، مش مر قوي ومش معسل قوي. خطير. بعشق البوبا، بحب الماتشا بوبا، وبحب التارو. ده هتقولوا تارو ايه؟ اقول قلقاس، بس القلقاس بيعملوه حلو برضو في الدرينك. 10 على 10.
زي ما قلت دي دارك ماتشا بوبا تي مع براون شوجر سيرب، مش عسل اسود، بيبقى سكر بني وتابيوكا بيرلز زي ما انا قلت. جايين نهزر هنا. اللي بعده. طيب يا جماعه احنا هننهي الحلقه بحاجه مفاجاه انا معرفهاش، اعتقد ان هي هتبقى حاجه بالماتشا، انا شايفاها بس مش قوي. هندوقها دلوقتي ونشوف هي ايه. ايه اللي دخل ده يا جماعه بحلقه الماتشا؟ وبعدين ده بيض. هو انا يا جماعه البيض ده انا بشوفه في كل حته في حياتي، يعني انا مره واحده قلت ان انا ما بحبش البيض كل الناس تجيب لي بيض في ايه وتسالني على البيض. طب فين الماتشا في الموضوع؟ البيض بالماتشا يعني انا مش فاهمه. ماشي ناخد حته كبيره من حته البيض اللي في النص، يمكن ما يكونش بيض وانا عيني بتضحك عليا يعني. والله بيض بس ليمون شكله وماتشا من فوق مثلا وبيض. حتى الشوكه مش راضيه، والله الشوكه مش راضيه تاكلني. ماشي يلا بسم الله. مش ضايقه الماتشا حلو، هو شكله توست عادي، افوكادو يعني سلمون وبيض. ممكن تشوفي بقى، وانا اللي قلت هيدوني حاجه بقى فيها ايس كريم ماتشا تبقى بيض. ماتشا بنديكت بيض اللي هو ما بيبقاش مسلوق، ده اللي بيبقى ملزلز من جوه، وسلمون وافوكادو وماتشا. تقريبا هي الماتشا اللي حاطينها فوق دي، بس انا ما دقتش ماتشا خالص بصراحه، يعني ده انا حاسه انه كانوا بينتقموا مني عشان ما بحبش الماتشا. طيب يا جماعه دي كانت حلقه الماتشا. تاني الماتشا دي حاجه يعني مختلفه جدا على الاطعمه اللي احنا عارفينها، جديده جدا. اليابان واسيا خلوها تبقى مشهوره اكتر، واي حد عارفني عارف ان انا من زمان بتكلم على الحاجات الياباني. قولوا لي لو نفسكم تجربوا اي حاجه من الانواع اللي انا جربتها النهارده. لو ما جربتوش اي حاجه ماتشا جربوا بالبوبا تي، لانه لو جربتوا الماتشا تي اول حاجه انا جربتها مش هتبقوا عايزين تشربوا ماتشا تاني في حياتكم، لانها مره جدا. بس زي ما قلنا هي كلها فوائد وكلها انتي اوكسيدنت، فالواحد لو شرب منها كل شويه هيحس بان هو هيلثير وبفوائد صحيه حلوه جدا. شكرا قوي يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا عليا، ولو عايزيني اجرب اي حاجه تاني سيبوها لي في الكومنت واشوفكم المره الجايه. باي.